السفلة من جبهة الخراب وكبريهات الإعلام المقروء والمسموع والمشاهد والمرئي بيحاولوا يقطعوا جسد الأمة العربية ابتداء ثم جسد الأمة الإسلامية، بأن يقول قطر هتشتري. أنا إيه المشكلة إن قطر تشتري؟ إيه المشكلة؟ دي عندهم مشكلة لأن يحصل نوع من توحد أبناء الوطن العربي كله، وده يؤرق مضاجع الماسون، يؤرق مضاجع الخونة، يؤرق مضاجع العملاء. لما احنا علاقتنا بالشيوعيين بروسيا مفيش مانع، علاقتنا بأمريكا مفيش مانع، الأمريكان يوافقوا هنا، عملاء الأمريكان ما عندهمش مانع إن احنا نستورد أي شيء من أمريكا ونصدر أي شيء. الشيوعيين الملحدين ما عندهمش أي مانع إن احنا نتبادل العلاقات مع الأنظمة الشيوعية. الصهاينة ما عندهمش مانع من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل للأرض والمغتصب للدين والعرض. لكن لما يجي في تعاون بين أبناء الوطن العربي يهيجوا، وإن قطر هتشتري ودبي هتشتري والخليج هيشتري والسعودية هتبيع وتشتري وهكذا. أنا عايز الإسلاميين يكونوا يعني جلدهم سميك شويتين. أنا حقيقة لا أتبنى أبدا ولا أرضى على نفسي إن أكون في موقف دفاع أبدا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بأهلنا في قطر.